بس طبعا ايه اللي يا جماعه مديها ريحه حلوه. زي ما بتحطي لحمه مفرومه بتحطي، زي مثلا انها هتعمليها سلطه تشيلي اللي هي خالص. ده ايه اختياري مش اجباري. معايا بقى هنا ايه الفلفل، اختياري مش اجباري، فلفل رومي او انا حاطه فلفل رومي وحامي. تمام كده واقلب بقى. بص بقى انا كده هدخلها ايه شوايه يا جماعه. بصي اللي يا جماعه هنديها طعم معاكي حلو جدا. بصي سريعة وسهلة ومش محتاجة ان انت ايه تقعدي في يعني اكلة في صينية واحدة. مش هتوسخي حاجات كتير، بس هي في صينية واحدة عامة. بصي بقى كده اهي، تفرزي بقى كده عشان كله ياخد من الايه من الصلصة. ولو عايزة تقلبيها كده قلبيها عشان ايه كده اهو، عشان كله ياخد من الطعم. وبعد كده ايه نسويها عادي عشان الشكل ايه لو انت ايه عشان الشكل اهو. هتعملي كده وهي معاكي كده خالص، مفيش اي حاجه، ما عملناش اي افتكاسات يا جماعه. وهحطها فين في الشوايه. الشوايه يا جماعه طبعا انا ايه البتنجان مش لازم تحرقيه عشان يطلع لك مسقعه، عشان انت كده كده لسه هتحطيها فين في الشوايه 10 دقايق ولا حاجه كده. بصي مش محتاجه ان انا ايه كده، مش محتاجه حتى كوبايه الميه اللي انا ايه كنت هحطها في السوائل مع البصل مع الطماطم المقطعه من الفريزر. الكلام ده كله مش محتاجه اي حاجه. حطيت حبه رشه سكر وحطيت الملح يا جماعه. بصي كده قلبي ورجعي سيبي، مفيش من اي مشكله ولا في اي افتكاسات يا جماعه اهي. وصينيه هتطلع لك الف هم وشفا. بصي بقى كده اهي وترجعي تسيبي. بصي يعني انا بصي بلخبط لك اهو، بلخبط لك كله على بعض وبرجع اسوي لك في ثواني. بصي كده اهي، عايزه تهرسيها هرسيها مش مشكله، تبقى حلوه قوي برضه. حته اللي هي يا جماعه بتسيح برضه مع طعم وهتديكي طعم. دي اختياري مش اجباري. بصي بقى كده اهو